نزيف البناء الغير قانوني لم ينتهي بعد. ضحية ثانية من ضحايا أراضي الجموع بحي المسيرة بوادي ألزم. بعد المعركة العنيفة التي كانت يوم أمس بين قوات الأمن وسكان حي المسيرة، تكرر اليوم نفس المشهد مع شاب يسكن في نفس المنطقة إذ تعرض لهجوم عنيف من طرف عصابة مدججة بالسيوف بسبب نزاع حول الأرض، مما أدى إلى إصابة الشاب بجروح خطيرة كانت ستؤدي به إلى الموت. شكرا على المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد، والسلام عليكم.